عليكم مشاهدينا الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنديروا واحد لا سوب اللي كتجي خفيفه وسهله وكتوجد اخر لحظه. اذا شنو غنحتاجوا فيها؟ غنديروا بطاطا وحده، خيزو واحد مقطع كما كتشوفوا مربعات، وغنديروا بصيله وحده مقطعه حتى هي طريفات صغارين. عندنا شويه ديال البروكولي، اللي ما بغى كيشرب ما كياخذش البروكولي بغى يدير قرعه كورجيت صغيره ماشي مشكل. واحد قطره ديال الزيت غادي نشحروهم شي شويه مع شويه القزبر ومعدنوس، وغادي نزيدو معاهم شويه الملحه وشويه البزار. هادشي اللي فيها. المهم انا كنحركها شي شويه، من بعد غادي نمرق عادي، غنغطيها بالماء. انا هادشي دايره هاد المقادير قلالين حيت انا ما باغاش بزاف، باغا تقريبا زلافه كاع زلافه ونص بركه عليا. عارفين دابا مع سيدنا رمضان يعني الواحد ما كيشربش هادشي بزاف، اذا انا حاجتي غير في زلافه ولا زلافه ونص. بالنسبه لكم نتوما اللي بغى زعما بغى كثيره والعائله تبارك الله كتكون كثيره يكثر، يدير جوج خيزويات ولا ثلاثه، يدير جوج كورجيت، يدير بروكولي، يعني حسب الموجود اللي كاين. يلا دابا غادي نمشي ناخذ شويه ديال الماء وغادي نمرقها ونخلي هاد المقادير ديالي يطيبوا على خاطرهم. دابا انا مرقت الطاوه ديالي، غطيتها بالماء كما كتشوفوا. دابا غادي نسد عليها ونخليها طيب على خاطرها. هي الخضيره ديالنا طابت، البروكولي وديك خيزو مع البطاطا كلشي تقريبا طاب. دابا غادي نجيبو الميكسير وغادي نميكسيو هاد الخليط ديالنا. بقاو معايا. وها هي بعد ما طحنا لاصوب ديالنا غتغلى غير واحد شويه، ما بقى واحد 5 دقائق. غادي نجيبو شويه ديال الشعريه ديال السفه وغادي نزيدوها على هاد لاصوب ديالنا وغادي نحركو وغادي نخليوها واحد 5 ديال الدقائق. راكم عارفين بان الشعريه دغيا كطيب، هذه ديال السفه، وغادي نخليوها 5 ديال الدقائق ولا نعاودها. دابا ها هي بعد ما دازت 5 ديال الدقائق وديك الشعريه ديالنا طابت، غادي نزيدو شويه ديال الكروفيت. كتعرفوا بان الكروفيت دغيا كيطيب، اذا حتى هو نخليوه واحد 5 ديال الدقائق وصافي ونطفيو. وهي لاصوب ديالنا واجده. نديرو على هذا الشكل هذا ونحركوا لاصوب ديالنا. سهله والواحد كيبدل الروتين، خصوصا في رمضان ديال الحريره كتجي هكا صحيه وزوينه وخفيفه خضر. هانتوما دابا نزيدوها واحد 5 ديال الدقائق ونطفيو عليها وهي واجده. اللي كيعجبو لا كريم فريش وبغى يدير لا كريم فريش ماشي مشكله، يقدر في الاخر قبل ما يطفي البوطه يزيد واحد شويه ديال لا كريم فريش ويخليه، راه كيجي حتى هو لذيذ وكيجي زوين. انا ما متوفرش ليا دابا، داكشي غنكتفي غير بهاد لاصوب هكا وصافي. وها هي النتيجه النهائيه ديال هاد لاصوب كما كتشوفوا، جات على هاد الشكل. كتجي الصراحه خفيفه وغزاله وواحد كيبدل الروتين كما قلت لكم ديال الحريره، كتجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه سهله وما فيهاش زعما شي مقادير اللي كبيره بزاف. كنتمنى تعجبكم وتروحكم وتجربوها لوليداتكم ولا جربتوها بصحتكم وراحتكم وعواشر مباركه. تصوموا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والهنا وباش ما كتمناو في حياتكم. الى اللقاء.